واش بصح غادي يحبسوا منحة البطالة وما مصير الناس اللي ما عندهمش دبلومات والنسب المئوية اللي شفنا عطاها وزير التشغيل كانت نسبة كبيرة تاع النساء مستفادات من منحة البطالة، واش راح يكون مصيرهم؟ هذا الشيء اللي راح نجاوبوا عليه في هذا الفيديو. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في موضوع جديد. يعني راكم تروماركوا بلي كثرة التساؤلات على منحة البطالة وما زال مصدر حتى قرار رسمي ولا قرارات وشروط جديدة في الجريدة الرسمية باش نجمو نقول لكم. بزاف كومة تاع رسائل وصلتني، ما مصيرنا؟ هل راح يقصونا؟ هل احنا المستفيدين من 2022 راح يقصونا؟ مازال ما بان والو. ليكيب هي خرجت هضره على هذيك تاع عام وعامين، عام قابله للتجديد، مي مازال ما طبق والو. بزاف ناس روماركيناهم يروجوا الاخبار كاذبه باللي راح تتوقف في الكوم، باللي كذا. ليكيب ما تامنوا حتى حاجه. والبارح روماركيت بزاف ناس، يعني وزير التشغيل هدر هاك وهما كانوا هاك. هو البارح كي خرج وزير التشغيل يعني دار ندوه صحفيه، هدر فقط على ارقام نسب مئويه فقط. نسب مئويه، شحال نساء، شحال رجال، شحال خريجي التكوين، شحال خريجي الجامعات. يعني باينه امورات باينه نورمال عادي، احصائيات داروها وراح يتم دراسه هذه الاحصائيات والنسب المئويه. كيفاش يعني هنا دوك تدخل فيها الاليات اللي كنا نحكوا عليها وقت فات، اليات صرف منحه البطاله. هنا دوك تدخل هذه الاليات كيفاش، يعني هل يا ترى راح يوقفوا الناس، راح يخلوا الناس، راح يديروا لهم تكوين؟ الناس اللي ما عندهمش تكوين مهني وما عندهمش شهادات، يعني ما عندهم حتى حاجه، حتى نيفو تاع قرايه ما كانش، ما مصيرهم؟ هذه راح نعرفوها في الايام الجايه. ليكيب جوسكا ماتنو ما كان حتى قرار او خبر رسمي باش تقول لكم انا توقفت ولا بزاف راه يجي ها كاينه من هذيك تاع عام عامين. يا هل ترى راح يوقفونا؟ ما نجمش نقول لكم لا انا ولا غيري، ما كانش انسان راح ينجم يجاوبكم على هذه الاسئله الا بالكذب، الا يكذب عليكم. من الاخر ما كانش قرار رسمي، يعني نهار اللي يخرج قرار رسمي في الجريده الرسميه ويخرج وزير التشغيل ولا مدير وكاله التشغيل ولا ويهضروا ويقولوا لنا القرارات الجديده شاكين تماك، نجموا نعرفوا كيفاش راح تكون هذه الاليات، شكون هما الناس اللي راح يوقفوهم، شكون هما الناس اللي راح يخلوهم، شكون هما الناس اللي راح يزيدوا لهم تكوين مهني. جوسكا ميتنون ليكيب راهي غير بلا بلا وكثره الهضره بلا فايده، ما كان حتى قرار رسمي لحد هذه الساعه. والسلام عليكم.